مساء النور، مساء الورد على خوتي وخواتاتي العزازات. كنتمنى يلقاكم فيديو ديال اليوم باحسن الحال والاحوال ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. القصه ديال اليوم اخوتي قصه واقعيه، وكنتمنى تردوا البال. نبدا معكم القصه. قصه ديال واحد الراجل كان جالس في دارو ما به ما عليه. كان كيتفرج وكيتسنى العشاء يودن باش يمشي يصلي العشاء ديالو. كيتفاجئ بواحد صاحبو عيط عليه، قال ليه اجي تعشى معنا، راه جاو عندي الدراري، اجي تعشى معنا. قال لي ما ودي انا غنصلي العشاء، يعني امتى غنجي باش نمشيو نتقضاو هذا؟ قال لي اودي راه ما غتنصب، يعني ما غاديش طيب، انت صلي العشاء ديالك وش الطاكسي واجي. قال لي راه تجمعوا هنايا الدراري باش نلعبوا بينا ندوزو ساعه، اجي تكون معنا ماشي مشكل. المهم كيفكر داك السيد تاعي، قال غادي نمشي حتى الا جاب الله تعطلنا نبات تما. هذه هي الفكره اللي كان داير في راسو. المهم السيد مشى توضى ومشى للجامع، صلى العشاء ديالو، جا سد الدار ديالو المسائل ديالو، قلب البوطه، قلب يعني ما يخلي شي حاجه اللي غدير ليه شي مشكل في الدار، الشارجور باش ما سبحان الله بحال كان حس ان شي حاجه غتوقع. عيط على الدراري، قال لهم هاني جاي، هاني في الطريق. صافي مشى عند دوك الدراري فعلا. لعبوا ضحكوا نشطوا داروا العشاء ديالهم. عرفتوا ملي كتكون شي جلسه زوينه، واحد الملمه ديال الصحاب او العائله، ولا كتكون الجلسه حلوه وما كتقدرش، يعني ما كتقدرش تنوض وتخلي ديك الجلسه. صافي بداو ضاحكين لاعبين. كان هو صحاب ليه شي وحدين كاينين معاهم في هذيك المناسبه، في هذاك العشاء، واش يتعشاو ويمشيو. الساعه هما معولين يباتوا عند السيد ساكن غير في البيت، يعني ساكن كاري غير واحد البيت فاش ساكن. اشنو غادي يدير؟ شكون اللي غادي يمشي في حاله؟ بقى كيفكر اشنو غندير، اشنو الدراري غيقعدوا، يعني انا خصني نمشي. ملي تعشاو سالاو ما سالاو حتى ل 12 ديال الليل، يعني هو خصو يمشي. قال لهم انا غنمشي. قال لي صاحبو لا، قاعد صاحبي غادي نسلكوني في هذا البيت وغادي نعسو، هذا ماشي مشكل نصبروا. نتزاحموا شويه. قال لي راه تزاحموا تراحموا. ما المهم بقى كيشد فيه صاحبو وهو كيفكر. قال لي لا انا غنمشي، غنشد طاكسي ونمشي للدار عادي ماشي مشكل، يعني راه موجود الحديد. هو خوتي ملي خرج ما لقاش الطاكسي، بقى غادي مع الطريق وكيدير له ستوب لاي واحد داز، ما كاينش اللي يوقف ليه. غادي وكيفكر اشنو غيوقع في هاد الليله و12 ديال الليل وبعيد الحال، كي غادي يدير الطاكسي ما كايناش حتى واحد ما كيوقف ليه. المهم يلا لحق عند واحد الرومبا. هو دار الاوستوب، قال لصحاب واش شي راجل في الطوموبيل، فواحد الطوموبيل عاديه. تفاجئ انه وقفات ليه مرا، وقفات لي قال لها ودي سمحي لي راه صحاب ليا واش الراجل اللي صايق. قالت لي فين غادي؟ قال لها ودي غادي للبلاصه الفلانيه. قالت لي حتى انا نيت غادي لتما، غادي لتما غير يلا. قال لها لا، هو خاف من المشكل، كان خايف من المشكل، صدق في مشكل اخر. هو خاف ان تطيح عليه شي ظلم او لا شي حاجه، يعني من جهه انها مراه وهزه معها راجل، او لا يتلاقى معها شي خوها ولا راجلها ولا داكشي فاش فكر. ولكن المفاجاه الكبرى اللي كانت اللي وقعات ماشي كاع داكشي اللي فكر فيه هو، غالب على داكشي. المهم غادي يبدا بيديك السيده حتى قرب للبلاصه لاش غادي، قرب للسكنه ديالو، وهي تبدل الطريق، شدت واحد الطريقه اخرى. هذيك الطريقه علاش كدي لواحد الغابه. قال لي فين غاديه؟ قالت ليه دابا غنقضي واحد الغرض ونرجعوا نديك، راه ما تخاف حتى شي حاجه، امان الله عليك. المهم هو ما بقاش عنده حل، حيت هو ملي طلع الطوموبيل ديال السيده سدات هي طاكات البيبان، سدات البيبان، يعني ما عنده غير يسلم امره لله. داكشي اللي دار. قالت لي غنقضي واحد الغرض وغادي نرجع نطرقك للدار ديالك، راه لا مان عليك، راه ما تخاف والو. المهم صافي قال لها ماشي مشكل، حيت ما عنده ما يقول مازال، يعني ما بقاش عنده حل، كما دار غيوقع مشكل. زاد معاها، مشى البلاصه اللي قالت ليه غاديين في الطوموبيل ديال السيده، ما عليناش كيهضروا كيسولوا انت من فين، انا من فين، انا هنا. المهم عطاتو الخبر ديالها اللي بغات، وعطاها حتى هو الخبر اللي يعني بغا. كل واحد قال على راسو داكشي اللي بغا، حيت حتى واحد فيهم ما باش يقول الحقيقه ديال راسو. تلحقت واحد البراج ديال واحد الهاويه منها الواد.
جبدت واحد الجنوي قالت لي شوف فيا غتهز معايا هاد الخنشه باش نرميوها من هنايا ومريضنا ما عنده باس تهز معايا هاد الخنشه نلوحوها من هنا، راه كنعطيك عهد الله ما يقيسك تا شوكه عندي الا سديتي فمك. قال لي صافي انا غادي ندير اللي بغيتي، غير ما تقيسينيش، غير ما تمسي ما يعني ما تمسينيش ديك الجنويه. قالت لي ما غنمسك الا حليتي فمك، غتهز معايا الخنشه غنرميوها من هنا ومريضنا ما عنده باس، ما شتيني ما شتك وما عرفتيني ما عرفتك، ما تلاقيت معاك ما تلاقيتي معايا. قال لها ماشي مشكل صافي، حيت هو ما عنده حل. مشى هز معها الخنشه، رد البال ملي هز الخنشه لقى الخنشه خارج من تحتها الدم، يعني الخنشه فيها شي واحد مقتوله ولا شي وحده ولا المهم فيها جريمه قتل. المهم هز معها الخنشه لاحوها من داك الواد، من واحد الهويه لواحد الواد زرقوها، نقات الطوموبيلات ديالها تما. ملي كان باغي ينقي الطوموبيل قالت لي باش يمسحوا داك الدم وداكشي، دار هو من قدام الطوموبيل، ياك دار من قدام الطوموبيل. المهم هز الميتريكون ديال الطوموبيل، هز الميتريكون ديال الطوموبيل، عقل عليه، دخل سميتو دخل الطوموبيل. قالت لها اش بغيت دير؟ قال لها بغيت غير نقول لمالي للدار راني جاي للدار باش ما يسدوا عليا. صافي شد التليفون كتب ميساج، رد التليفون لجيبو. هو اشنو كتب؟ ماشي ميساج، كتب ديك النمره، دار بحال غيكتب ميساج وكتب النمره ديال الطوموبيل في الميساج في الواتساب. هي قالت واش بصح نيت واش صيفط ميساج في الواتساب. صافي مشى داكشي، رجع السيد ركب في الطوموبيل، جات هي جابتو حتى الفم الدار ديالو فعلا، عطاتو الفلوس، عطاتو 3 المليون. قالت لي هاك هادشي وغتسد فمك وقضي غرضك، ليله مباركه مسعوده عليك. قال ليها صافي، قالت لي راه الا هضرتي، قال لها ما غنهضرش، صافي السلام عليكم، انا جاني رزقي غنقضي به شحال ديال الاغراض، لاش اش بغيتك اودي هنايا، لحقتيني ولداري بخير وعلى خير، الله يرحم لك الوالدين. مشات السيده، السيد بانه هو كيصلي انسان دياني، وهذا بحكم انه هو انسان دياني وكيصلي. ملي ما نعسش هذيك الليله، ملي دخل للدار بدا كيفكر، حس بحال الا باع راسو رخيص، بحال الا شارك في ديك الجريمه، بحال وفين داكشي اللي صليت، انا كنبات نصلي، انا كنبات نتعذب، انا كنبات في البرد كنوض، في الحمان كنوض، يعني وفي الاخر بعت راسي رخيص. المهم ما نعش كيتعذب تصبح الحال. اشنو غادي يدير مع الصباح؟ صباح الحال توضى الفجر ديالو وصلاه، فتح صباح الحال، مشى طلع الكوميساريه، مشى عندهم، قال لهم اودي حدا دوك الفلوس معاه. لحق تما قال لهم اودي انا هاشنو وقع لي، شنو نعاود لكم القصه ديالي من دقدقه. السلام عليكم، عاود لهم من اللي خرج من الدار، قال لهم شنو وقع لي، شنو وقع لي وها شنو كاين شنو كاين. قال لهم دابا انا رقبتي بين يديكم، اللي يعجبكم ديروه لي، انا ما عندي ما ندير. هذا هو الحل باش نعتق راسي، باش يعني روحي تبقى ليا ما تقتلني، راه هذا هو الحل اللي طلبت منها. ولكن انا ملي جيت للدار انبني ضميري، وها انا جبت لكم ها الفلوس وها الميتريكون ديال الطوموبيل، هذا الشيء اللي قدرت عليه، وانتم ديروا خدمتكم. صافي فعلا المخزن دار خدمته وتوصلوا بديك السيده مازال، ولقاوها وسولوها، ولقاو بان الراجل اللي قتلات راجلها اللي قتلات تناكسوا، داو في الكلام وجابوا. جات بات تشير عليه بالموس، قالت لهم جا في هذا جا في الصدر ديالو، سبحان الله العظيم، جا في قلبه قدام ولا ما نمانتو. اشنو غادي دير باش ما تفضحش؟ قطعاتو طروف، جمعاتو في خنشه، خرجاتو في ديك 12 ديال الليل باش تلوحو. ولكن الروح عزيزه عند الله، تلاقات مع داك السيد تا هو باغي اللي يعتقوا يوصلوا لدارو، باش هذاك الروح باش القضيه ديالو تبان، باش تفرج هذيك السيده. فعلا حكات لهم الحقيقه، وقالت لهم بان هذا السيد انا لقيته غير في الطريق وديته معايا، داكشي اللي واقع. المهم خزن دار خدمته، تشدات هي، رجع السيد للدار ديالو، اتصل بصحابو،
قال لهم عرفتوا النهار اللي كنت جيت عندكم وهذا وهذا راه شنو وقع شنو وقع شنو وقع شنو وقع. انا قالوا لي علاش ما قلتيها لينا ملي مشيتي؟ قال لهم ما قلتهاش لكم حيت كنتو غتجيو عندي يعني وتقدر القضيه تلبق ليا انا وياكم ولا شي حاجه. انا ما ذكرتكمش، مشيت تعشيت عند واحد السيد وجيت، هذا الشيء اللي ذكرت. وما بغيتش نخلعكم، ها اللي وقع، ولكن انا الحمد لله راه خرجت منها، اللهم لك الحمد، حيت ما درت حتى حاجه. اللي ما دار ما يخاف. وهاد القصه هادي كنتمنى يستافدوا منها الناس، ما تبقاش ما تبقاوش تيقوا، حيت الثقه ما بقاتش. اللي بغى يركب يعرف مع من يركب، اللي بغى يسافر يعرف مع من يسافر، اللي ياكل الماكله يرد البال مع من غياكل ديك الماكله، حيت ولات الوقت كتخلع. وكنتمنى القصه تعجبكم، كنتمنى ما تنساونيش من لي لايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه، وديروا رفع الجرس باش يلحقكم اي فيديو لحتو جديد يوصلكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم ليا، شكرا لكم على التعاليق الزوينه. وكنشكر صاحب القصه اللي رواها عليا، كنشكرو بزاف. وكنتمنى لكم امسيه سعيده، وتحياتي لكم.